المتابعين، وياكم اخوكم علي الاسدي من قناه منوعات علي بازل. كل عام وانتم بخير وعود عليكم بالصحه وبالعافيه، امين يا رب العالمين. حبيت اليوم احط لكم كم مقطع فيديو صغير، ارجو ينال اعجابكم وتابعونا هالايام على التيك توك النشر مالتي هناك، وجبت لكم بعض المقاطع الفيديو مال التيك توك. دمتم في رعايه الله وامانه. تفضل عيني. من انت متزوج ومرتك كاظة عليك شيء، يعني هاي النتيجه. تابع المقطع. إذا يطقك الهبر وتتزوج موظفة شهريتها $1,000,000، يعني لازم تقعد من الصبح إلا تسوي هيك، لو تنحرم من كل شيء. تفضل. من أخوك الصغير يضحك عليك ويدخل لك بحساب وهمي يعود على أساس مال بنيه، ويقول لك حبيبي اليوم أخير يوم بالنت، فما تدز لي رصيد أبو $20 على مود دفع للنت. بعدين تكتشف إنه هو هذا أخوك الصغير، فهاي ردة فعلك راح تكون. اتفضل عيني. اخوي بعد قلبه حسوني، بس هذا بس خليه يمك. تاج راس اخوي كبير، الدنيا بعدها بامان. طيني يوم عليك، روح خادمي لك انا. راح اغسل وجهي، اغسل وجهي. عذرا يا صاحبي ما عدت اتحمل منك طعنات، كل شي بيني وبينك انتهى وبلحظة عدى وفات. بحياتي ما توقعت اغني واكتب فيك عتاب، دون قصيدة عنوانها خيانة الاحباب. تذكر كم مرة بدلت اخطائك بالنسيان، توكل من خيري وعند غير تجازيني بالنكران. بقدم اعتذاري للوفا الخلاك اخوي، بقدم اعتذاري كنت اعتبرك ابن امي وابوي. ما فكرت ابيعك كيف الاخ بيع اخوه، من اللي باع الصحبة اول من ضحى بالكان اخوه. يا ما شفت الغير. اكو بعض البشر يقول له يا رب ليش اعطيت فلان وعلان وما اعطيتني؟ انت تتوقع كل شيء، ترى بلحظه تنقلب الموازين. واقرب دليل هذا المقطع صاحبي كرة قدم، وهاي بس شوف النتيجه شلون انقلبت باخر لحظات. تفضل ولا تيأس من رحمه الله، لان ما تدري ايش ينتظرك. Knockout, he's got beyond break, still going, Knockout goes to ground, as Cassetti leans on him, penalty! That is a massive decision! What a huge decision given by Michael Oliver! I'll tell you what, I'm not completely sure about this. I'm with Gianfranco Zola. I feel that Knockout is looking for this penalty. There might be some contact on him, but he's looking to go to ground. We'll get a better view here. He does brilliantly to get into the penalty area, but once he knocks it past Cassetti, there's a slight touch. To me, he throws himself to the ground, and that is a massive call for the referee. I felt he was probably going to book Knockout, but he's given a penalty, a massive call, and I'm not convinced he's got it right. Knockout, for me, is looking for it. But it's a season-defining call, nothing short of that. If Knockout, who won it, scores it, Leicester City go to Wembley, and it's the end for Watford.
Troy Deeney